كيسب الملك، الشخص ديال الملك والمؤسسه الملكيه، وكيسب المغاربه كاملين، وباغي المغرب يتقسم ماشي غير من تحت الصحراء، وكيدعم حتى الانفصال في الشمال. هذاك السيد عدو ما واضحش، ما فهمتهمش. مني درت عليه واحد المجموعه بقيت نتبعو، اش لقيتو كيعطي الفيديوهات وكيتحدى، وانسان تافه في النقاشات ديالو، واخر كلامه كله السباب والتطياح، يعني ما عندوش شي معنى. اش فهمت بهذا الانسان واحد الشخصيه كئيبه محبطه كتعاطى مخدرات والكحول، وكيعيش في الجرده اللي حدا العماله. راه الناس ديال بني ملالي عرفوا. سمعي، هذا الشيء راه ماشي تنقول لك انني انا ضده، الله يشافيه الله يعفو عليه. انسان مكتئب مريض نفساني. فين لقى نفسه؟ لقى نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي، فين كيثبت نفسه هو نكره، ولكن لقى نفسه هنا. شكون اللي عطاه هاد الاهميه؟ عطاوها ليه الكراغله. ملي كيتبعوا الكراغله طلع الصديق، هبط الصديق، طلع حس بواحد انه راه مهم، وانه راه واحد الشخصيه مهمه، ولاو كيعطوه هما مساحه. انا نتفهم انهم هما يعطوه مساحه فين يسب السموم ديالو المرضيه، ولكن ما تفهمش بان يكون لايف مغربي ويبدا يسب فيهم وكتسمعوه كيسب في المقدسات ديالنا ونخليوه يمرر. هذاك انسان مريض. واش اللي مريض نعطيوه الحق يتكلم ويناقش معنا؟ واش حنا كنناقشوا؟ ما سبش تاع من قبيله الشريف تاعي سمعتو لا مع الشيطان. يا واخا يسبنا حنا، واخا يسب المغاربه، واخا يسب المغاربه عندك عادي. شوف انت اسمعني ما تبرريش ليه لا اخويا الله يهديك. دقيقه واحد دقيقه. شوف اميره، انا اختي العزيزه، انا علاش طلعت معك هنايا؟ انا طلعت على قبيله ملي كان هو طلعت على قبل هذا الشيء باش نوجه له هذه الاسئله هذه، لان انا اش قلت لكم الاخوان ما يهمنيش يكون متشرد ولا الاخر. انا شوف يا اخي، كاين المتشرد وكيقول لك انا مغربي ووطني ومن طنجه للقويره، احسن من واحد اللي بعقل ويقول لك انا مع الخونه. انا يهمني الافكار ديالو. هو ضد الوحده المغرب، هو ضد الملكيه في المغرب، هو فهمت كيفاش؟ انا هذه اللي كتهمني فيه، بما انه مع البوليزاريو. انت يا اختي اميره وقيلا ما عمرك شتيه كيسب الملك ويسب المغاربه في لايفات مع الجزائريين؟ لا انا عمري سمعت اخويا كيسب الملك. اختي اميره نطرح عليك واحد النقص، اسمح لي قاطعتك اخويا. هذا واحد الدقيقه اخي باش نخلي القسط الاخوان. هذا هو الاشكال اختي اميره، خصك تكوني عارفه الاشخاص. حنا ملي طلعنا، انا شخصيا طلعت معك هنا باش علاش قلت لك غننتقدك انت؟ لان الشخص هذا معروف عند المغاربه كاملين. ما يمكنش انت تجي تطلعوا لنا هنايا، واخا يكون هو مثلا مختلف ولا شي حاجه، انت ما عرفاش وراه كيسبنا. هو جمهوري، هو خصو ضد الملكيه، هو ضد الصحراء، هو مع البوليزاريو. وكيفاش دابا انت منين نسمعوا دابا انت حنا كنسمعوا مع البوليزاريو سبنا، ونجيو عند المغربيه ولا نلقاو مغربيه مطلعها لنا هنا الكيس، وكتقول الخوتم المغاربه لا ما تقاطعوش خليه يكمل. لا يا اختي انا غنشك فيك، نقول لك انت بحالك بحالو. اذا هو واضح وعرفناه، اذا انت مازال مخبيه. هذا الشيء هذا غتجبد الصداع على راسك مع الاخوان المغاربه. اوكي، نوضح لك هذه النقطه اخي. القضيه ديال اختي اميره على جابته هنا، انا فهمت العقليه ديالها. اللي بغات تجيبوا اللايف ديال المغربي ويطلعوا مغاربه ويحاربوه بنفس التفكير ديالو، فهمت؟ ويحاولوا يبدلوا له ذاك العقليه اللي عنده ويطلع يسبنا في اللايف ديال كراغيله. هذه النقطه الاولى اللي انا متفق مع اميره فيها. النقطه الثانيه، اختي اميره راكي كتشوفي سعيد برشلونه او ديك مريم الريفيه، وكاينين عداد من الناس كيطلعوا مع الجزائريين لانه ما لقاوش فائده مع المغاربه، او حنا المغاربه عطيناهم وقت، فهمت؟ هذا كيهرب كما سعيد، ما كيجيش يعطي الوقت لولاد بلادو يحاوروا معاه. دوك انا من قبيله وانا معكم في اللايف راه كنشوف اي مغربي كيعطيه نقطه كيجرحوا بها كيقول له اسكت، كيسكته وما كيخليش بنادم يهضر. او غير خاصه ليه الهضره بالعاني، كيدفع لك انت باش تنزليه وتعطيه هو مجال يهضر، فهمت؟ هذاك ولو تعطيه 100 فرصه يجي في اللايف ديالك وتجيب له من احسن المغاربه في المستوى ديال الحوار والثقافه في التاريخ فاش ما كان، راه الكلمه ديالو خصها تفوت في اللايف. علاش؟ راه بان في واحد المستوى في اللايف ديالهم باللي انا شي حاجه كما قال خويا بوصباح عطاوه قيمه وبان، فهمتني؟ هذاك ما عندوش مستوى يجي في اللايف المغربي او نعطيوه وقت يبقى في اللايف مغربي. من حاجه واحده، الا تحكمي فيه يهضر بلع له المايك، قول له بلع المايك يهضر، تخليه يعلق على الهضره ديالك وعطيك كما هكا. ماشي هو يقول لك لا وراه كذا
حنا تبلع المايكات الاخرين، هو تخليه يهضر. وثاني دابا مثلا انت هو قال لك ايوا ما نبغيش انا اختي نمشي للخليج، هضر على اختك انت. اما المغربيات اللي كنعرفهم انا كيمشيو للخارج كيمشيو كيستثمروا تما، يديروا الاستثمار الراسم، كيخدموا على راسهم او يتزوجوا، فهمتني؟ الا كان اختو كتمشي تما باش تبيع الشرف ديالها باش تصرف عليها، هذيك حاجه اخرى، فهمتني؟ على كل حال لا هذه هي النقطه. لا انا كنعرف المغربيات اللي كيمشيو، اسمح لي لا اختو ما هذا وجه نظري، خليني ولا اختك ولا اي واحد. لا ما تهضرش على التفاصيل، هذه ماشي هضره. انا على المغربيات وما تدافعش اصاحبي، ما تدافعش بهذه الطريقه، ما تدافعش بهذه الطريقه. صافي هذاك الموضوع نقطه، هو تارا وخلاك كتدافع انت. دابا هو غبي وانت غادي تمشي معاه في الطرح ديالو. لا ماشي غبي، لا ماشي غبي، هو لا غبي، غبي. هو غبي ومكتئب. هو غبي، ولكن انا ملخص القول ديالي واللي كنثق في مغربياتي. بنت بلادي مادام مشات لواحد الدوله تخدم، كتخدم معززه مكرمه. سالت الهضره. ماشي موضوعنا ديال هذا الشيء. حنا موضوعنا هو الشخص. انا علقت على الهضره ديالو اللي عطاته. ما نعلقش على الهضره ديالو ديال المغاربه. داكم شوفوا انا كاين بنات اللي هما لاباس عليهم والفلوس الفيلا والطوموبيل وكتلقاها خارجه الطريق. يعني هذا باش يعني كتبقى الظروف ولكن نفس الوقت كتبقى انا البنت. الاخوان الاخوان ماشي الموضوع ديالنا هذا، ماشي الموضوع ديالنا. الله يجازيكم بخير. انا طلعت وربما كاع الاخوان لا شوفوا انا المواضيع اللي كيطرحهم، شوفوا المواضيع اللي كيطرحهم ما خصناش نناقشهم، لان هذاك الانسان كنقول لكم عباد الله، والانسان اللي ساكن هنا في بني ملال يمشي يبحث يدير واحد النوع بحث. راه المغاربه موجودين وكاينين معنا الناس ديال بني ملال. راه هذاك الانسان واش ملي كدوز بالسياره ديالك ولا كدوز بشي بلاصه وكتلقى شي واحد ناعس في الجرده وكيشرب الكول، راه لا وغيسمحوا لي كتعرفوا شي واحد كيكون كيشرب الكول وفاقد مسكين مكتئب، كاين اللي ظروف اجتماعيه، كاين اللي عنده مشكل عقلي، كاين للاسف. حنا الله يشافي الجميع، حنا ماشي تنتشفاو وانسان ما عندوش مستوى. انا راه عرفت كيفاش كيهضر هذا الانسان، ما نتناقش الافكار ديالو. انا ما يمكنش نناقش الافكار ديالو لاني الطريقه كيفاش كيسب كل ما هو مغربي. ما يمكنش تناقش مع واحد الانسان عدواني ومريض ومكتئب. هذاك خاصو يداوى عباد الله، خاصو يداوى. هذاك فين لقى الذات ديالو؟ لقاها ولكن عارف المعنى ديال ما هو الاكتئاب اخي؟ الله يهديك. انا نقول لك الاكتئاب هو واحد الانسان فاقد الامل وباغي يثبت نفسه، ما لقاش فاش يثبت نفسه اش دار. دخل تيك توك، كبروا ليه هذوك الناس ديال الكراغله، كبروا ليه، بغى يبين بانه راه حتى هو عنده شي اهميه في الحياه، ولا كيسب في المقدسات ديال المغاربه. ومني تكسب المقدسات ديال المغاربه اوتوماتيكمون كيجيك واحد رد الفعل وكتولي عندك واحد الاهميه، كيوليو عندك واحد المتابعات، كيوليو الناس باغيين يتناقشوا معاك، باغيين يقنعوك. هو راه هذا الشيء اللي باغي. هو مسكين هي مريض، لان بالدليل بان حتى السلطات ديالنا راه كتعرفوا راه كيدور حدا العماله وما اهتم به حتى شي واحد، لانه غير مميز، شخص غير مميز. يعني تبغي تطبق عليه القانون، تبغي تطبق عليه، اسمعيني يا نكمل، تبغي تطبق عليه القانون كيخرجوه النيابه العامه كتخرجوه على اساس انه شخص غير مميز، ما عندوش العقل، مرفوع عليه القلم بحال الطفل الصغير. هذا هو اللي خاصكم تفهموا، وهذا الشيء ما خصنيش نطلعوه باش هو ما يبقاش يمرر مغالطات. هاد المغالطات اللي ممكن، اسمحوا لي، هاد المغالطات، اسمعني نكمل، هاد المغالطات اللي ممكن يمررها هو اللايفات ممكن تاثر نفسيا على المغاربه لتحت، كتاثر نفسيا. وهاد الحرب النفسيه اللي شادينا على الكراغله راه هما مستعملينه لهذا الهدف، راه عارفينه الكراغله كيفاش هو داير وكيستعملوه باش يضربوا المورال ديال المغاربه. لان المغاربه ملي كتقيس لهم الملك ديالهم والاراضي ديالهم والمقدسات كيتقاس في قلبه. كيف انا طلعت دابا، انا كنت تنتصنت لكم وما كنتش ناوي نطلع وانا خدام، ولكن مني شفت السيد بدا كيسب وكيحيد بالسروال وتحت وهذاك الشيء وكيعيب، بقى فيا الحال. قلت انا نعطيكم هذه المعلومه لانني عارفه، لانني متبعه. هادشي اللي نقول. والاخت مولات اللايف راه المشكله ديال هادشي كله. الاخت واحد النصيحه، انا راه كندير لي لايف ويعني واحد المده طويله، راه الانسان ملي تيحل لايف راه كتكون عنده واحد المسؤوليه خطيره يا اختي، والله العظيم. راه كلمه بكلمه، راه ما يتحاسب حتى شي واحد اللي كيقول هذه الكلمه، وراه كيشجلوا الناس، راه كيشجلوا. راه وقع لنا مشكل. انا ننصحك نصيحه من الاخ اكبر الاخت اصغر منه، راه ما تخلي حتى شي واحد يمرر شي حاجه. راه بلادك اولى، وراه هي اللي كاينه. راه بنادم كيدخل يمرر مغالطات عليك ويدير لك فوق بروفايل والله ما تعرفيه.
انا هادشي اللي نقول لك، هذا هو النصيحه اللي نقول لك اختي. الله يعطيكم الصحة. عطوني غير واحد الكلمة غادي نخرج دابا. أنا راني كنت متبعة اللايف ديالك أختي أميرة، ما للأسف لاحظت واحد شي أفكار سلبية من عندك، وسمحي لي إلا عقبت، انك عطيتيه واحد القيمه لدرجه كنتي كتقولي انا كنحترم الاراء ديالو، كنحترم الافكار ديالو، وطلع طلع واحد الاخ معاه وهبطتي الاخ مع انه ما خسرش الهضره معاه ولا هادي ماشي هبط هبطتيه. اختي، هبط الكيس كامل سلمى، وقيلا لا قلت لا لي لا هبط راني كنت الكيس حاضره، كامل. لا كنت حاضره، خليتي الصديق. شوفي انا من الناس اللي طلعت مع عاود الصديق. طلعتوها سلمى، ما سمعيني تكذبيش، عاود اسمعي، طلعتو المره لا الثانيه. شوفي، لا طلع هبطيهم بجوج الا كانوا سلمى هبط الكيس، ما تخافش، هو هبط الكيس كامل. راه نجيب نعاود نصيفط ليه، راه نجيب الصديق ديالي واخا نعاود ماشي نصيفط ليه مشكل، ويجي يهضر معاك كنعتذر. دابا. انا هبط الكيس كامل مادام لا بداو حيت انا كيتجحدوا مع بعضياتهم، هبط حضرت غير الكيس في كامل. الاول، انا حضرت في الاول لا من هذاك بدا الشيء كيقول حيت لك. انت ما هضرتيش. انا ممكن هبطت كل انا غير شيء وعاود طلعتو المره الثانيه. اللي بغيت نبين لك اختي، انا هاد الصديق، انا من الناس اللي طلعت مع الصديق ودافعت على المراه المغربيه في واحد اللايف جزائري، وعرفتي سبني شبعني سبان لدرجه قال لي وقولي لي فينا هي لاك سلمى، وقولي لي هاد مولاي الحسن ولي العهد شكون هو با. قال لي كوني جريئه وجاوبيني على هاد جوج ديال الاسئله. هذا اختي ما كيشرفش شي مغربي حر انه يطلعوا عنده. شوفي انا كنهضر والتقليد عليا راه ربي فوق مني وهذه العواشر. انا هاد الهضره هذه مباشره منه ليا انا، وانا قلت له كنت كنظن انك غتدافع عليا لانني مغربيه. قال لي شوفي انا ماشي مغربي، انا غادي ندخل الجزائر ونهز الدرابو الجزائري فوق ظهري وندور فيه ونفتح اللايف وكل شيء كيشوف ان الصديق اللي كيضرب في المقدسات المغرب والمغاربه ويضرب في المقدسات الملكيه ها هو رجع جزائري. هذه هضرته في لايف جزائري، نقول لك حتى اللايف ديال من اللايف ديال سفيان الجزائري. انا هاد الهضره اللي كنقول لك اختي انا ماشي تعاودت ليا ولا تقالت ليا، انا هذا السيناريو وقع معايا انا. اختي هذاك الانسان مريض نفسيا، مرض نفسي. راه واحد النوبه طلع في اللايف عرفتي كي قال الاخ انا ماشي كنقذف فيه ولا انا كنقول داكشي اللي شفت واللي هذا على برا كيصور واش نقول لك، وكيكتبوا له ليله كيكتبوا له تعليقات دخل بحالك ستر راسك راك سكران را يعني السيد انورمال. الله يشافيه الله يعفو عليه. ولكن بحال هذا الشخص هذا اللي غيضرب في بلادنا ويضرب في ملكنا ويضرب في مقدساتنا ويضرب في المراه المغربيه اللي هي الام والزوجه والاخت وكل شيء فيها، لا يشرفون كمغاربه احرار. وسمحي لي على هذه المداخله ديالي. لا مرحبا بك، علاش نسمح لك؟ مرحبا اميره اميره أميرة واحد المداخلة الله يرضي عليك قبيله وحنا تنتسناو. أختي أميرة لو ممكن مداخلة. اوكي باش نعطيو الاخت خديجه بعدا مغربيه ياك؟ السلام عليكم. خديجه عليكم السلام، كي دايرين شخباركم؟ الحمد لله. الاخت لو كانت ممكن نعطيو الاخ يقول الكلمه ديالو ومن بعد هضري الله يعطيك الصحه. حبيبه انا مغربيه. يا واخا مرحبا بك، هضر. بارك الله فيك يا أختي أميرة، يعني أولا تنتأسف لك على الكلام الساقط اللي قالوا الأخ المعارض الله يحفظك اخويا يدعي سميتوه. يعني ولو اختلفنا لا يستدعي الأمر أننا النقاش يهبط لهذا المستوى، خصوصا وأنك يعني عنصر نسوي. لو كنا احنا رجال نقدروا نتبادلوه النيفو ديالو، ولكن معنا اخت مغربيه يعني على الاقل يعني يتنبه غير لهذه النقطه. يعني الانسان ليس له من الاخلاق شيء. النقطه الثانيه اختي اللي قلت لك انا واش كان هو فيه واحد الشخص ماشي انا طلعت باش نتحاور معاه غير لقيته هكا في اللايف عندك وطلعت. لا، عندنا معرفه به سابقه قبل ما يكون الصف ديال الكراغيله وسميتو، راه كان مع القروش. انا تعرفوا من البدايات ديالو وكان ملتزم، ما يقدرش يوصل للمؤسسه الملكيه ولا للشعب المغربي ولا يسب النساء المغرب، ما يقدرش. ثالثا هو تعرفني وانا تعرفه بحكم اننا بجوج ولاد بني ملاد.
تعرفني مزيان، شحال من مره تنحاول نتناقش معاه في لايفات ديال الجزائر وتيهرب، تيقول لهم راه كاين السينيال وراه نزلوه راه تيسينيالي. هاد المره لقيتو في لايف مغربي ما لقاش كيدير، واضطر يواجهني، وانا كنت عارفو غادي يسب، كنت غادي يبقى صابر وغادي يسب لانه تيخاف نفضحو. النقطه الرابعه اختي اميره، مني الاخ حنا عرفنا بالفلسفه ديال الحوار ديالو عندها واحد الطابع معين، انها فلسفه يعني ما تعتمدش على حقائق وما تعتمدش على معطيات يعني واقعيه، وما تعتمدش على نصوص قانونيه او تشريعيه او مؤسس له خطاب يساري مهيكل مؤسس له علميا وثقافيا. الدليل على ذلك في اي لحظه تيقول لك الدستور حسب الدستور حسب الدستور حسب الدستور. هذا حسب الدستور بقى تيقولها تبسالت ولا تخرج من فمو باسله، تيقول لك من راى منكم منكرا فليغيره. دخلنا عليكم بالله اخوتي، دخلنا عليك بالله انت اميره النيت، واش اختي هذا من راى منكم منكرا فليغيره كاينه في الدستور؟ لا وحنا ملي قلت لاختي اعطيني غير الماده ديال الدستور ما بقى فيا الحال، باش قاطعتيني وقلتي لي لا ملومتر خليه يكمل كذا. انا اختي قاطعتك، فهمني بغيتك انتم باش ما تهزوش خاطركم عليا انا حنا دابا تميزاتي. انا قلت لك خذ وقتك الكافي، انك باش تهضر خذ وقتك الكافي حتى تقول كاع داكشي اللي عندك. ملي ساليت كتكون اوكي واخا ها هو غيجاوب. اختي راكي على عيني وراسي اختي امير، انا الله ما داير في قلبي والو، وحق الله يا اختي وحق الله، انا حلف بالله اللي خلقني ما داير في قلبي حتى شي حاجه، لا من ناحيتك لا من تم الصديق ما داير من ناحيته والو. هذا السيد اللي كاين هنا والله انا تنطلب منه الله يهديه، لان عارفوا انا هي ضحيه ديال واحد الظروف شخصيه، معاناه شخصيه، ربما ما وفقوش الحظ في حياته ولا شي حاجه، وحاول يعني ينتقم من الوضع ديالو من خلال المغاربه كاملين. ما يعني لا حول ولا قوه، بعض المرات الحياه تكون قاسيه على البعض، وشحال من واحد ولا خائن الوطن ديالو. عرف يعني التاريخ المغرب عندنا امثله ونماذج كثيره، لا لسبب انهم كارهين لواحد المشكله في حياتهم وقعت كذا فينقلب الحقد الى خيانه. حنا على العموم انا وحق الله الشيء المغربي وحق الله ما نحقد عليه. علاش؟ لانه تبقى مغربي. انا شي واحد خارج البلاد ديالي هذاك نطيح معاه في الارض نمشي معاه للاخره، شي واحد من خارج البلاد شي هذاك عدو، اما ولد المغرب تيبقى ولد المغرب. ولكن حنا ملي تنبغيو نناقشوا تنبغيو نبينوا، يعني تنبغيو نرجعوا للصواب ديالو، تنبغيو نقولوا ليه راه هادشي اللي تدير راه خونا في الله راه منكر، بينا تنبغيو نقولوا ليه ودي عيب راه حشومه عليك. هذا هو الهدف ديالنا من المداخلات، يعني تنبغيو ندخلوا معاه في واحد الحوار، يعني ان ديبا نقاش لوميتر. السلام عليكم، راه الناس كيهبطوا باش نخليو شويه. السلام عليكم. لا خليكم على خاطركم اخي. لوميتر السلام عليكم بصباح. اخت اميره اييه تحياتي لكم. بغيتي تاخذ مداخله اخويا؟ بغيت غير ناخذ واحد المداخله بسيطه ونهبط. يلا انا نختم اخويا دابا. شكرا. اذا مادام الاخ المغربي بغى ياخذ مداخله، المهم نحاول نقول خوتي المغاربه لوميتر عطي له اخويا لوميتر خليك انت بقى معنا في القسم مع الاخت، خلي الاخ هشام يعطي المداخله ديالو وانت اذا واش لكم مبروك اخوتي المغاربه خليك معنا لوميتر. خليك انا معكم عاش الوطن ولا عاش من خانه. تحياتي خوتي انا معكم في القسم. انا ما تنزلش لوميتر. مرحبا اولا السلام عليكم، تحياتي للاخت اميره لوميتر وصباح الاخوان اللي كانوا في التعاليق كاملين مغاربه. وانا دخلت صراحه حيت من قبيله وانا كنسمع هذاك الهرطقات ديال هذاك السيد اللي هبط، وانا كنقولها دائما لا يشرفني اي كان يضرب في الملك او يضرب في المقدسات ديالنا، وخصوصا المراه المغربيه، لان هذاك عنده الكونت الثاني اللي داير فيه واحد مطيشه وكيمشي عند الانفصاليين وعند الكراغله كيسبونا وكيشتمونا. انا كنقول المراه بصفه عامه كيف ما كانت، او الاعراض ديال الناس فخط احمر، ما خاص حتى شي واحد معارضه. سيدي انت كتعارض، عارض الحكومه، قول الاراء ديالك، ولكن هادو راه ما عندهمش مستوى الرقي انهم يعارضوا. واش المعارض اللي كيضرب
في خوتو وخواتاتو، واش هذا معارض؟ واش واحد يؤمن بشيء لا علاقة له بالمنطق ولا علاقة له يعني بأخلاق المغاربة، وخا نكون يهودي، اليهود المغاربة ما كيسبوش الأعراض صراحة، ولكن كيطلع واحد يتبنى الفكر ديال الخوانجية ويجي يتكلم على شي أمور لا علاقة. مهم الديوان الملكي في هذا البارح راه هضر معكم وقال لكم لا أحد له الحق أن يتدخل في السياسة الخارجية، فهو اللي تيعرف أشنو كيدير، لأن هذا السيد اللي كان معاك هبط كيضرب في المقدسات مباشرة، وكيضرب في المرأة المغربية، وكيضرب في كل ما هو مغربي، ويتبنى أطروحة الكراغلة ويؤيدهم في قراراتهم كجميع الانفصاليين وكجميع دوك الخونه والكلام. غير فهما حذارية البنات والدراري، لان عندهم واحد الاسلوب ملي كيطلع عندك يقول لك انا لا اسب ولا اشتم، ويدس السم في عسل، ومباشره كيضرب لك واحد ابوني كيمشي كيهضر معهم في الخاص على اساس انه مغربي، وان كاين شي حوايج ما خصهمش يداروا، خصهم هادي كانهم يخدمون مصلحه العدل والإحسان إلا كتعقلوا عليها. ردوا البال من هاد الخونة الداخل وخونة الخارج، وردوا البال من بصبع الشخصيات المدسوسة فيما بيننا. إن دائما كيجي شي واحد تيحول لكم النقاشات ديالكم، للأسف الناس ما كيعرفوهمش. صديق الزنديق كان بدا بخوا سنة 2019، فاعطى كاع الكراغيل اللي كيسبونا عطاهم لي موديراتور وقال لهم نتوما ماشي شغلكم، انا غندير خو. من بعد فاش اكتشفنا الامر ديالو رجع مباشره كيبغي يحاول انه يدخل بين المغاربه. هذاك السيد كما قال لك واحد الاخ ما عرف شكون فيهم، صراحه راه عنده اكتئاب لدرجه ان النهار ولدات مرتو كان هو جالس في اللايف ناعس وتيشكي على عباد الله. الرجوله ما كتشرى ما كتعطى، هي فطرة كيتزاد عليها الإنسان وتيبقى راجل. وبلادي بلادي بلادي هي الأولى، غزة قبل غزة والباقي طوفان. حياكم الله وتبارك الله عليكم، وشكرا للأخت المساحة اللي عطتيني. السلام عليكم. سمحوا لي ندير واحد لانه كنا نورمالمون نكملوا النقاش ديالنا، لانه النقاش ديالنا كان نقاش زوين وغادي في طريق جيد. بدينا كنناقشوا ما وقع سنه في 2011 والتغيرات التي عرفها المغرب، فنقاشنا هو اكبر من الاشخاص. رغم يعني غير ندير واحد القوس صغير، اننا عندما كنا نناقش لم نكن 4 ضد 1، كنا 1 1 1، وكنا نناقش 1 1 حتى يعني ديما هذه المظلوميه خاصها تحيد. غادي نسدوا القوس ونرجعوا للنقاش ديالنا. سنه 2011 المغرب عرف تغير كبير جدا، عرف تغير هو اللي رحنا فيه. هذا النقاش الحضاري اللي رحنا فيه المغربي يفكر، والتفكير ديالو هو ما ابدع. شوف خويا تازي، باش نخليك اخويا العزيز، اسمح لي قطعتك اخويا العزيز، باش نخليك المداخله في هذا الموضوع هذا. انا ما طلعتش اخويا العزيز باش نناقش معكم هذا الموضوع هذا، انا طلعت على اساس الاخت اميره، على هذاك الزنديق اللي طلعته معاها، طلعت على هذا الاساس فقط. لان وانا منين طلعت قلت لها كلامي موجه لك انت، لان هو انا اعرفه وهي اختي ما كنعرفهاش. نقول كيفاش هو يسبنا ويسب والدينا ويسب عائلتنا ويسب خواتنا، والاخت مطلعه وعطيها الفرصه. انا عندي المبدا مش انا ضد هو كشخص، مش كشخص، ضد الناس اللي عندهم الافكار ديالو ويكونوا مغاربه ويكونوا هما جمهوريين وانفصاليين ومع البوليزاريو ونطلعوا انا نعطيه فرصه هنايا. انا ضد هذا الشيء، ضد يجي واحد معارض ولكن يكون يامن بالنظام بالبلد من طنجه للقويره، انا ذاك يمكن تعطيوه فرصه وتسمعوا له. اما واحد زنديق انتم كتعرفوا، وانا شوف كان اخذت الاخوان اللي كانوا هنا في الكيست وكيخليوه يهضر حتى هما كان اخذهم، ولكن المؤاخذه لصاحبات اللايف. انا قلت هذا اللايف ديالك، قالت لي اللايف ديالنا اللايف ديالنا، ولكن انت هي المسؤوله. لو وقعت شي حاجه في هذا اللايف انت هي مسؤوله على هذا اللايف. ما بغيتهمش اختي العزيزه يضحكوا عليك ولا يتفلاو عليك. تكوني ذكيه الله يعطيك الخير، خدمي عقلك، واللي يجيب لك الصداع ما عندك ما دير به. اللي تكوني تعرفوا وانت اللي ما كتعرفوش اصلا ما كتعرفوش
ما تطلعوش، ما نطلعش انا واحد الشخص ما كنعرفوش نمشي يبصر ليا يقول لي شي عجب، راه هذا المباشر واللايف، والاخوان راه يسجلوا ويقطعوا وراك عارفه. هادشي علاش طلعت الاخوان ديالي. وتحيه لك الاخت اميره، وتحيه للاخوان جميعا، وكنستسمح منك الا قلت في حقك شي حاجه ماشي هي هذيك. مرحبا اخويا مرحبا. تفضل اخويا الشريف، انا غنزل اخويا نكمل الموضوع ديالكم. تحياتي. خليك شكرا سي بوصبع. ما عندي ما نعطي في هذا الموضوع ديال هادشي اللي عايش، ما عندي ما نعطي فيه صراحه. ما عندكش معلومات. بالنسبه لك ابوني سي بوصبع مرحبا بك. خليني وايضا تنزيو الاخت بما اننا تكلمتي على هذا وقلتينا واختينا، دونك واختي انت الاخت مولات اللايف يعني واختوها، دونك عندكم الحق في شي حويجات على داكشي اللي قال في الاخر انه سب المغربيات وسب صحاب اللايف وسب المغرب وسب كل شيء. هذيك يعني من حق كل مغربي يواخذها عليه، وانا لست يعني هنا لأخذ احد، ولكن انا هنا اناقش افكار. يعني احنا ربما الاخ لوميتر وحتى انا وحتى الانسان اللي كانوا يتناقشوا معنا عرفنا انه نعرف ان المستوى فارغ جدا، وكنا نناقش الموضوع بكل جوانبه السياسيه، حتى ربما لان من بعد غادي نطوروا كما بدا النقاش الاقتصاد حتى انا طلعت كل شيء. النقاش الاول اللي كان هو ان المقارنه بين النظام المغربي والنظام الجزائري، وهذا يعني الظلم في حق المغرب. لا يمكن احنا نقبلوا انه يجي مغربي ويدعي انه مغربي ويقارن بين نظامين مختلفين تماما، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا دبلوماسيا ولا دستوريا ولا بأي حاجة. يعني احنا الحمد لله عندنا من الإمكانيات وعندنا عندنا من البضاعة ما يمكن أن نضحي أي شيء، حتى ما الناس اللي كيقولوا المعارضة التيك توكية أو المعارضة الحقيقية، لأن احنا كنا معارضين حقيقيين في ظل يعني الدستوريه وفي ظل المشروعيه، فكنا منخرطين في احزاب سياسيه ومنخرطين في نقابات ونعلم على ماذا نتكلم. اذا الحمد لله. دونك هذه هي القيمه اللي كتعطى للمغربي اللي انت مغربيت، هو انك كتعرف وقاري مزيان. الحمد لله ما يمكنش بحال دابا الاخت اميره انا لا اخذها. علاش؟ لان هي تريد ان تدحض الحجه بالحجه. طبعا ما كيكون شي نقول غادي نقولها بهذا المقطع شي تفاهات كيقولوها واحد الناس، ولكن لابد ان نستحملوها كما قال الاخ لوميتر. لا نبدا غادي نستحملوا واحد السيد نفس الفكره وانتم كتسمعوا. انا نقدر نفس الفكره دابا اللي نناقش فيها نقدر نتكلم فيها 10 ديال السوايع، وانتم غادي تحملوني وتقولوا لي راه كيعاود نفس الفكره، ولكن راه الحقيقه راه جاريه عندي. وهذاك الشيء اللي كان اللي شفنا اللي سمعنا، دونك نفس الفكره والقطبيه وداك المسائل. دونك نرجعوا للنقاش ديالنا ان المغرب اللي مهم هو اننا تقدر تعطيوني كلمه باش نجاوب بوصبه؟ تقدر تعطيني كلمه باش نجاوب الاخ؟ حيت قال لي بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. قلتي دابا انت قلتي لي نعاقبك انت حيت انت اللي طلعتي. دابا انا من غير هادشي كامل اللي قلتو كيسب وكيدير، ولكن اول حاجه وثاني حاجه كيبقى هو مغربي ولد البلاد ياك. وثاني حاجه علاش انني ما نجيبوش اللايف ديالي كانني مغربيه وتحاور معايا كانني مغربيه، وما نشوفوش انا عند بوليزاريو عند الجزائريين، نجيبو لعندي. باغي تحاور معانا، باغي تقول لنا السلبيات ديالك، اجي انت عندنا، جي عندنا تناقش معانا، نعطيوك ردود الفعل ديالك، مرحبا بالاحترام، ما تستفزوك ما تستفزنا، ومن بعد سير الله يسهلك. هذاك الشيء اللي غيمشي هو يقضي عند الجزائري ولا عند بوليزاريو، وبقى انك كما قلتوا انتم حتى عمري سمعتو كيسب الملك، ما كذبش. يعني قلت لك كيسب الملك وكيدير على انني دابا مثلا غندخل، انا عمري دخلت التيك توك، غندخل غنلقى مثلا الصديق في لايف جزائري كيسب، غنقدر ندخل ما يعجبنيش بحال نبقى نسب ونعايرو، يجي واحد اخر يبقى حتى هو يسب ويعايرو بمو وبختو كذلك واحد اخر، غتبقى هكا غادا الصمته. يعني في الاول يقدر هو كان دخل عند المغاربه وكان كيهضر بحال هكا وما تقبلوش وكانوا كيعايروه وسبوه، وهو قال باش يرد الشيء باش ولا كيمشي عند الاعداء ديالنا كما نقولوا، اعداء ديالنا تا هما اللي كيسبونا وكيضربونا في الملكيه ديالنا وكيضربونا في النظام وكيضربونا في بلادنا. اوكي هذاك عارفاهم انا. يعني هو باش يرد داك الحق ديال كما نقولوا البطار خلاو المصريين، البطار ديالو كيمشي عند اعداء ديالنا
ويجلس عند الاعداء ديالنا وكيسبنا ولا عيرنا عندهم معاهم، ويقدر يكون الداخل ديالو ما باغيش، ولكن هو بداك الشيء اللي كنديروا ليه حنا ومنتقدينه وكنعايروه وكنبلوكيوه وكنسبوه، هذيك هي الوسيله الوحيده، داك المتنفس الوحيد عنده باش يقدر يجاوبنا ونضروا حنا، باش يمشي لللايفات ديال الجزائر والبوليزاريو باش يطلع لي كاس ويسبنا باش حنا نضروا كما ضريناه. علاش انت خويا ولد بلادي معارض؟ اجي لعندي، انا خويا عاش الملك وكنموت على بلادي وكنموت على الملك، اجي خويا عطيني نعطيك، اخذوا وعطا، تناقشوا سيدي، شنو ضرك انت وشنو انا شفت زوين في بلادي، شنو انا شفت من كما قال الاخ دابا شريف تازي من 2011 تبارك الله كاين تطورات، كاين بزاف، هو غيعطي تازي شويه غيعطيني ماتر شويه تعطيني انت شويه نعطي انا، شو كيتبدل كيما تبدلش، المهم جا عندنا هضرنا بالسلبيات والايجابيات، هضرنا واحد الموضوع زوين ما عيرنا في الاخر غيمشي بحال شو غدا يقول لك لا علاش انا ما نمشيش لايف اخر مغربي ناس ونطلعوا نناقش معاهم ونفس الفكره ونوصل هذا ويوصل لي، علاش حنا نعطيوه فرصه باش يمشي عند الجزائريين باش نضروا حنا، خلي ولد بلادنا عندنا، راه الحما قال لك الخناس كيزو غير مواليه، راه الاول والثاني كيبقى مغربي جنسيه مغربيه ولد بلادنا صافي، ولو قعدت هادشي وكاع وصلت للقانون وصل كما قال الاخ الاول قال لك راه حماق ولا ما نعرف شنو، راه الاول والثاني انا مثلا تسبيت مع انا نكون خاسره، حتى الملك ديالنا ملي خطب قال لك الشعب الجزائري ما تسبوش اسيدي، ما تعايروش الشعب الجزائري، الشعب الجزائري خوتكم، هو ملي غادي يمشي يقول لهم انا كيسبوني حيت كيلقاوني جالس عند خوتي الجزائريين في مثلا نمشي نديكلاري ولا اشنو، راه انا اللي نكون غلطه، لا كيعايرنا عند الجزائريين في الاخير انا اللي غلطه، مادام اخويا الملك البلاد كيطلع كيخطب وكيقول لك الجزائريين خوتنا، الجزائريين ما ديروش لهم، انا كبنت انا كنجاوب، انا كنعطي، انا رسول، انا المملكه بنت المملكه، راه صاحبتي الروح من الروح، فاتي راه الروح بالروح، انا كنت كندير انا ويا لايفات وحدين، راه ما كانش كنسالي، مؤخرا بديت كنرجع ولكن كنتجاوب كنعطي، بغيتي تحاور معايا اجي، ولكن علاش انا دابا هذا ننتقدو انا كولد بلادي، علاش ننتقدو، نجيبو عندي نجرو لعندي، ما نخليش اسيدي يمشي عندهم، هذه هي كلمتي انا وكملوا خوتي نتوما. أميرة رأيك يحترم أنا، لكن كما أن رأيك يحترم أيضا رأيي يحترم، أنا هذا الشخص ماهوش معارض، دابا هذا الشخص انت ما سمعتيش، كنت سمعتيه كيفاش كيسب فينا وكيفاش كاين الاخر، والله اختي لا طلعتو عندك اما انت خدامه معاه في نفس الخطه، واما انت ما عارفاش، دابا انت هنا ما عارفاش، ولهذا قلت لك انا غنوجه لك كلام من قبيله، انت غنتقدك انت، لان علاش واحد الشخص اختي العزيزه ما يمكنش كنتي تعرفي وتعرفي المحتوى ديالو وتعرفي كيفاش كيفكر وكيفاش كيهضر، ما عنده ما يفيد في النقاش هنايا، ما عنده ما يفيد في النقاش. شوف الشيء هذاك ديال البارسا، صعيد البارسا تا هو انفصالي ريفي جمهوري، هو كيقول انا جمهوري ولكن هو انفصالي ريفي، هذاك تقدر تناقشي معاه احسن ما اكثر من احسن من الصديق، على الاقل هذاك بعد الاخر ماهوش منبطح للجزائريين كما هو المنبطح هذا اختي العزيزه ما خلى ما قال فينا. انا شوف دابا القضيه مش هو نجيبوه ونخليوه يهضر ويسمعوا ونجاوبوا، حنا عارفين اخوان غنجاوبوا وغنفهموا ما نخليو له ما يقول، ولكن ديك اللحظه اللي كتطلعوا انت انا وتعطيه قيمه وخليه يهضر، هذه هي الحاجه الخايبه، هذيك هي اللي ما مقبولاش في هذا الشخص هذا بالضبط، في هذا الصديق. ولهذا انا طلبت الكيست غير باش نوضحوا هذه الامور هذه، باش انت ما كنتيش عارفه تعرفي تمشي تبحثي تقول دابا المغاربه كيفاش قالوا لك يكذب عليا قال يسب. انا متاكد غتمشي غتبحثي غتلقى غتقول والله لا هادو عندهم الحق عندهم الصح، لان الكلام اللي يقولوا ماهوش ديال المعارض اختي العزيزه. نحن نعرف المعارضين، انت معارض للنظام مش معارض للبلد. واش في واحد مغربي دابا انت دخلت تقدر تناقشي مع واحد مغربي يقول لك الصحراء ماشي ديال الصحراء ماشي مغربيه؟ تقدر تناقشي معاه؟ وتقدر تناقشي مع واحد يقول لك الريف ماشي مغربي؟ لا ايوا يا اختي العزه، هو هذا اللي كان معك في القسط قبيله، هو هذا كيقول لك الريف ماشي مغربي والصحراء ماشي مغربيه ومع البوليزاريو ومع الصحراء وبغا نديروا كذا وهذا، وباغي واكثر من هذا باغي المغرب ما تبقى من المغرب يكون جمهوري. هذيك المغرب ما قسمتهاش فرنسا، اللي كانت هي فرنسا كانت قوى منها ما كاين، وقت اللي كانت اضعف الدول الافريقيه ضعف منها ما كاين وما قدرش تقسمها.
ما قسمتهاش وما حيدتش الملكيه، عاد غيجيو صاحبي وجوج ولا ثلاثه اللي بالعكس. انا علاش انا كنقول لكم اولاد بلادي واحد النصيحه نخليها لكم، ناقشوا في التاريخ، ناقشوا في بالدلائل اوكي، ولكن ما نتعصبوش، حيت حنا بلادنا راه ما كاينش اللي قصبها ولو التقسم على الارض. الملكيه راه من سنوات من قرون هادي، راه جات كما دخلوا ورجعوا غير التاريخ شويه من دخلت عندنا فرنسا كانها حمايه، راه حاولت انها تنحي الملكيه وما قدراتش. عاد غادي يجيو دابا 20 ولا يكونوا حتى 40 وحدين يعني مثلا انفصاليين ولا معارضين غادي ينحيو الملكيه، راه ما يمكنش. هذيك الارض المغرب راه حاربوا عليها سلاطين، راه كونوها ملوك، انا ما غاديش انا ولا انت ولا بعدنا ولا بعد خمسه ولا مثلا 10% كاع من المغاربه وغيحيدوا الملكيه، ما يمكنش، ممنوع، هذه مستحيل. شي الملكيه ما غتحيد حتى تفنى الدنيا ان شاء الله. الملكيه حنا معاها، حنا مع الملكيه. الله الوطن الملك. انا كنقولها ديما، انا كنتاقد حوش بلادي ملي كنلقى خوت كناقش معاهم كنقول لهم بصح خاصنا هذه خاصنا هذه خاصنا هذه، ولكن الملكيه الملك راه كنموت عليه، كنقولها من المنبر اي واحد انا الملك كنموت عليه ومستحيل يتزعزع من العرش ديالو. كمل اخي. على كل حال باش نخليكم ترجعوا للموضوع ديالكم الاخوان. شوف، هو اي مغربي غتطلعوا من الكيس. شوف اي مغربي كامل هنايا غتعزلوا وتطلعوا وتقول له ما رايك في صديق، غايقول لك نفس الكلام اللي قلنا لك حنايا. ما فيش واحد مغربي غيطلع يقول لك. دابا القضيه هو شوف، هو كلام اللي كتقولي انت راه كلامك صحيح، راه منطقي، يعني يتقبلوا العقل وفعلا، لكن انا كنقول لك غير دابا الشخص هذا لا يستحق، لان شوف هو حط راسه في ذاك الموضع، كون خلى راسه مثلا انه معارض للنظام فقط، يمكن اختي العزيزه نسمعوا له كاملا. راه كان شحال من الناس كانوا معارضين للنظام وقادوا البلاد وفتلوا ولاو رئيس الحكومه ووزراء وكذا وكذا. شحال من واحد كان يقتل فينا ودخلوا ان الوطن غفور رحيم، ولكن اختي العزيزه راه صافي كيدخل ان الوطن غفور رحيم. دابا دخينا هذا وراه كيسبنا في خوتاتنا وعيرنا. شوف اقسم بالله اميره وقسما برب العباد تسمعوا الى اكثر من واحد كرغولي، ومش داك الكرغولي الظريف، داك الكرغولي اللي ولد بوخروبه اللي راه حلب ديال بوخروبه، وقسما من بعث محمد. راه غير داك الحال والله، وتشوفي الفيديوهات ديالو وتشوفي كيفاش يطلع مع الجزائريين وكيفاش يسب فينا. والله اختي ما تقول هذا مغربي، ما انا شخصيا ما نشرفوش ونطلعوا ونجيبوا لهنا ونسمعوه ونخلي المغاربه يسمعوه. هذا هو المشكله في هذه النقطه هذه. هو ما اصلا ما غيقول والو، ما غيفيدنا بوالو. اللهم نجيب واحد جزائري ويسبنا جزائري وما يسبناش مغربي. حتى هذاك الجزائري قال لك الصحراء وقال الخرطي وكذا وكذا كيبقى جزائري. يجيك مغربي واحد ودمك بلادنا اللي هي بلادنا. يا اخي انا ما عنديش مشكل معك تكون انت يا معارض، اللي معارض لبلادك. الريف كتقول لك الريف ماشي مغربيه والصحراء ماشي مغربيه. اش عندك في المغرب؟ عندك عكازه وبني ملال. يا هذا هو الخلافه اختي اميره، هنا في الخلافه هذا فقط. اما البقيه اختي العزيزه كل واحد فينا حر. انا ما امركش وما نفرضش عليك عاود بلادي راني فهمتك وكلامك تاش فوق راسي. انا والله حتى فهمتك، انت تفهمني، انا والله حتى فهمتك. انا اي واحد غيطلع عندي عليكم السلام اختي، انا اي واحد غيطلع عندي يعطيني رايه يحترم، غير هو يحترمني كانني بنت قبل ما نكون بنت بلادو. يحترمني كاميرا قبل ما نكون بنت بلادو، مرحبا، تاج فوق راسي كما بغا يكون. هادشي اللي بغيت نوصل لك. انا مثلا غادي يجي عندي مثلا ماشي يحترمك غير هنا، ماشي يحترمك غير هنا في اللايف ديالك، لا خصو يكون كيحترم مبدئيا. يكون دابا بحال دابا انا سميتي زهير، انا زهير ما نكونش معاك في اللايف هنا انا كيوت وكذا ودريف ونمارس عليك التقيه، اييه، ولكن في اللايفات اخرى انا راني نسب في المغربيات وندير هذا لا يعني شيء. انا اميره هذا فقط يمارس التقيه فقط. تفضلوا. السلام عليكم اختي اميره، السلام عليكم خوتي كاملين. خويا بوسبعه غادي نقول لك ما شاء الله عليك، والله الكلام كله اللي قلتيه انا والله الا عرفتيش غادي نقول لكم ضرني راسي. والله اميره اختي واش ما شفتيش لي فيديوهات ديالو؟ واش ما كتشوفيش لي لايف؟ واحد اللايف كان فيه البارح اقسم لك يمينا انا بعدا ما يشرفنيش هذا كنقول بانه مغربي ولا ولد بلادي. ما خلى الامهات ديالنا، ما خلى الامراه المغربيه، ما خلى في واحد اللايف البارح كما قال الاخ شتي راه هذاك الانفصالي ديال سعيد
كوميم تقدي تحاوري معاه واحد شويه، مي هذاك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زعما اميره اختي غادي يستافد منك شي حاجه وغادي تعطيه وقت، زعما الا تحاورتي معاه والله اختي ما يستافد. عليكم السلام. والله اختي ما يستافد وما يحصلوش الشرف يطلع في وسط خوتو، لان هذاك بعدا انا بعدا نهضر على راسي، انا متبريه من هذاك الانسان وما يشرفنيش يقول انا مغربي. بزاف عليه الدم الوطن، بزاف عليه تا مغربي ديالنا، راه ما غتبدلي فيها اميره والو. واخا اختي تجلسي تحاوري انت وياه، اش غادي نقول لك؟ يمكن شهر ليل ونهار ليل ونهار، والله ما غتوصلي انت وياه لشي نتيجه. خوتي خواتاتي ممكن تخليوني، خوتي خواتاتي ممكن واخا اخي غير تكمل اخر المداخله ديالو، مرحبا بك. انا دابا والله الا في الخدمه وضرني خاطري، والله خوتي الا راني في الخدمه وراني سمعت الاخ بوصبع كيهضر، اقسم بالله الى نفس الفكره اللي قال الاخ هي اللي غادي نقول انا. غير اللي بغيت نقول لك اختي اميره، والله ما غيستافد، والله اختي ما زعما صراحه الله ماشي بلاصتو هاد لي لايف، بانك كتباني امراه محترمه والخوت المغاربه كاملين انا كنفتخر. نقول لك اميره، اسمحني نقاطعك اختي مريا. شوف اختي اميره، قسما بالله انا شخصيا عقرتيني، والله الا عقرتيني من نشوف معاك هنايا. اشو نقول لك؟ لان عندي عليه تعرف فاتي بوصبع، كتعرف مالكه بنت المملكه؟ لا ودي فاتي راه سول على بوصبع زهري عليا، راه انا وياها راه ماشي صحابات، انا وياها خواتات. راه قبل منها تكون مع الياس، حيت انا دابا مؤخرا مابقاش كنفتح لي لايف، ولات قليل فاش كنفتح لي لايف. كنت انا وياها كونط واحد، انا نقدر نكون مفتح الصباح بالنهار وهي كتكون تفتح بالليل، حيت انا كنكون على وقت انني الخدمه. انا وياها كنقول لك ما كناش كنتفارقوا لايف واحد، والحمد لله باقيين دابا خواتات، يعني شحال اكثر من خواتات بيني وبين داك البنت راه بزاف. انا كنقول لك على حقي وعلى بلادي، راه ما نخليش ولو حاشا كلب الزرقاء دايز باش ليا نمشى من بلادي. انا ما نكذبش عليك، انا دمي حار على بلادي، وبزاف ديال الجزائريين كيعرفوني. انا عرفتك انت اكاديميه وكذا، والخو انت كتبغي مثلا بلان تجي وتفهموا وكذا كذا. انا هادشي اللي كدير راه مزيان، ولكن مش مع هذا النوع، على الاقل مع واحد معارض، يكون معارض للنظام، ما يكونش معارض للبلد. دابا انت شنو المشكل؟ كنعطوه واحد القيمه. دابا الشيء هذاك الشخص بعدا اللي كندويو عليه، عطيته واحد القيمه وطلعته لهنايا وخليته يهضر. هذه القيمه وذاك تحطوه، هو اصلا كيقول لك انا مش مغربي وباغي علاش انا نحطوه وسط المغاربه وينفذ تسمع مع المغاربه؟ خليه ينفذ تسمع مع الجزائريين. هذا هو المقصود في الكلام. اما انا عارفك انت غتفحموا غترد عليه وكذا وكذا وكذا، ما كنشكش في هذا الشيء. منين قلتي لي كتكون مع فاتي صافي راه ما نشكش في هذا الشيء. انت كتدخل بنت الاصل، كتعرف داك الكونت ديال بنت الاصل كان ديالي انا وياها، كنت كندخل بيه انا وياها. وقيلا ديك الساعه كنتي ما كتعرفهاش. انا فاتي كنعرفها شوف فاتي كنعرفها انت. شكرا الاخوان مره اخرى ان شاء الله. تفضل اخويا راشد، تفضل تفضل اخي. مشى مسكين مشى. اسمح لنا يا خويا، اسمح لينا رشيد، جير قبيله وثاني هبط تطلع. خوتي نخليكم نهاركم مبروك. اميره ما بغيتكش تضيعي الطاقه، ما بغيتكش تضيعي لا صاغج مع هذاك خونا. هادشي اللي غادي نقول لك اختي، والله يكمل لكم بالخير والله يعاونكم. سلامه اختي. امين اختي، بارك الله فيك. بارك الله فيك اختي مرياد، بارك الله فيك اختي عزيزه. شكرا لكم. غير ما عنديش الوقت مره نستنى، ماشي مشكل. بصح دخلت انا قبيله كي دخلت لقيت داك الصديق. بغيت نسالو سؤال واحد والاخت هبطتني ما فهمت كيفاش. المهم معليش هي حريه كله. انا باش بداو كيهضروا بجوج وبداو كيغوتوا بجوج صافي هبط الكيس كله. انا طلعت ثاني اختي، طلعت ثاني ومن بعد طلع من ورايا عاود عطيتك الكيس، عاوتاني عطيتك الكيس. المهم ماشي مشكل اختي. انا بغيت نطرح عليه سؤال. هذاك الصديق اللي ضل يفتح لي لايف ويجي في الجزائريين دوك الطباله الكابرانات ويسبوا فينا ويطعنوا فينا واخواتكم في الخليج. هو ما عارفش بان كاين واحد اختو راه ميته صغيره. شحال من واحد اختو راه تزادت وماتت صغيره الله يرحمها، وما عندوش الخوت، عنده غير الخوت. المهم بحال هاد الناس انا بغيت نسالو سؤال واحد. كيقول لك ما كاينش الحريه وما كاينش، يعني ورينا نتايا اما انت من المخابرات واما كاين حريه التعبير في المغرب. مهما ما شدوكش كاين جوج من الحوايج، اما انت يا الصديق، انا نوجهو للصديق. بغيت نسالو هذا السؤال ولكن ما
ما تحش الفرصه. انا بغيت نسوله هو ما دام في المغرب، اما انت من المخابرات واما هناك حريه تعبير في المغرب. لحد الان ما تلقاوش القبض عليك. انا هذا هو اللي بغيت نسوله قبيله، لكن المهم معليش. اختي، اي واحد يسب اي مغربيه بحال اللي اختي امي، اي واحد يسب ويتبجح ما نعقلش عليه. وتحياتي لكم. اخويا راش باش ما تمشيش، راه اي واحد كيسب مرأة كمرأة ماشي غير مغربية انا كنعتبرو كشبه الرجال، ما كنعتبروش راجل. اي واحد يسب مرأة، وهذه ما نساوش على فيها آية قرآنية، راه عايش في الدنيا بحياته ملعون وفي الآخرة ملعون. واش كاين اكثر من اللعنة ديال الله سبحانه وتعالى؟ راه ما كايناش. خويا منتصر مرحبا، باش نرجعوا لاخي شايف فاش قبيله قاطعناه. منتصر مرحبا اخي منتصر. سلام خويا منتصر، لاباس عليك؟ الحمد لله بارك. أنا دابا ما فهمت هذا الديكور، ما فهمتو. انت ما كنتش في الاول باش تفهم. لا أنا متبع عدات متبع وأعرف نو كاين، ولكن راني ما فهمت والو. لا قولوا يا أماتكم أي مواطن مغربي ما دارت ما تريد براني. كاينين بالمملكة كاينين قامي كاينين داري دارو معو ما دارو ما براني، ولكن ما فهمتم دنديني نو قادش. صحيح اخي منتصر، صحيح. فين مشى اخ منتصر؟ هبط كذا مشات لكم. منتصر فين مشيت يا منتصر؟ إلا مشى الاخ منتصر مشى واقيلا. منتصر طلب هو عاود رجع، هو طلب كاع. التازي مشى شريف التازي عاوتاني. شريف اخويا طلع باش ناخذ الكلمه ديالك. هبط رجعني شريف هبط. طيب تفضل يا اخي منتصر. لا كملت. صحيح قلتي ما فهمتيش، ما صحيح داكشي اللي قلتي صح اخي العزيز. راه حنا براسنا ما تنفهموا والو، راه كنشوفوا شي حوايج شي غرائب وشي ظواهر راه لا حول الله وصافي اخي العزيز. اختي اميره يعني الاخت اميره يبدو انها خرجات ولا شي حاجه. تفضل واقيلا مشغوله الميطر غير هذاك الشيء عنده. لا بغيت نقول لها واحد الملاحظه عليها هي شخصيا قبل ما نمشي. ايوا الا كان شي حاجه مهمه قولها لها في الخاص حسن كاع. شوف والله الاخت اميره لا ما سميتيش بعيد اخويا، غير لا زعما عارف انت فهمتيني القصد ديالي، ماشي زعما شي حاجه بريفي فهمتي. لا اذا المهم خويا بالصبع تنحييك اخويا، والله يخلي بلادنا يعني سالمه غانمه ان شاء الله بفضل رجالاتها ونسائها، ويخلينا بلد الامن والامان بعيدا عن كل يعني ايد خبيثه وضمائر خبيثه، عن كل يعني خائن يريد يعني أن يطعن الوطن من الخلف. الحمد لله المغرب هذا حامي الله من زمان، والشعب ديالو جنوده يعني الشعب الحمد لله وكاين فيه واحد الوعي وكاين واحد الحس ديال المواطنة عالي جدا، وحس ديال الإيمان. هذاك الشيء علاش هاد البلاد هادي قاومت 12 قرن، راه ماشي سهله الخوت يعني باش تبقى واحد النظام حاكم واحد الشعب يعني يستمت ويقاوم 12 قرن،
البلاد ديالنا يعني تعرضت لمجموعة ديال نوايا الاستعمار، مجموعة ديال الانقلابات، مجموعة ديال المؤامرات وكذا، والحمد لله كل كبوة المغرب تينهض منها أقوى وأقوى. يعني هذه شهادة لله سبحانه وتعالى. الكلمة اللي كنت نقول للأخت أميرة هو أن نبرة الصوت ديالها تتشبه تقريبا نفس النبرة ديال الأخت اللي قالت بنت المملكة، عندهم نفس النبرة. سمعتها واحد المرة، سمعتها أنا أميرة علاش طلعت عندها أنا نعرف أميرة، أنا أميرة سمعت لها ونعرفها مواطنة مغربية ونعرفها، أنا غير بالعربية عرفت هذا الشخص غير تغفل عليها. أنا فاش طلعت قلت لك كلمة موجهة لك أنت، لأن أنا عارف شو كنقول. يعني هذا غير هي ما عارفه شكون هي. شوف انا اقسم بالله هي دابا هي غتمشي وتقلب وطلع مره اخرى اللايف ونطلع عندها وتقول لنا عندكم الصح. قلت اخويا بصفع ما قلتي حتى شي عيب، راه داك الشيء الكلام ديالك منطقي، وراه قالت لك اخت اميره راه حياتك زعما، وقالت لك راه حياتك، راه قالت لك ملاحظه بمحلها. حنا شوف حنا خوتها ما خليش انا اختي، ما خليش اختي ضحيه، حنا الاخوان الحمد لله. حنا راه كنكملوا بعضنا وهذا كيكمل هذا اخي المواطن. الحمد لله خويا الحمد لله. يلا اخوتي تحيه مباركه، استودعكم الله. لا تحيه لك خويا العزيز. الله يحفظك اخويا، الله يبارك فيك. تحياتي لك خويا العزيز. على كل حال الاخوان، احنا مش ضد مناقشه الافكار، نناقشوا الافكار، نناقشوا الاشخاص، هذا ما فيش مشكل، هذه هي الحياه وهذا هو المطلوب وهذا هو المفروض. لكن باش انا نجيب واحد، شوف بعد الكفر ما فيش حاجه اخرى بعد الكفر، صافي راه الكفر هو صافي الكفر، ما فيش حاجه اخرى شي ذنب اكثر من الكفر. الانسان هو يعترف بفمه، يقول بانه هو مع البوليزاريو وخصهم يهجموا مع البوليزاريو وكذا، واحد النهار كيحلف بالله كيقول لك هو ما باقيش يهضر على النظام الجزائري، فقط يهضر على النظام المغربي ويسب ويعاير، سب اخواتنا، سب امهاتنا، سب بلادنا، الريف ماشي مغربيه، الصحراء ماشي مغربيه. ايوا ونعطي له فرصه انا نطلعوا لهنا. انا شخصيا كنعطي له قيمه هنا ديك الساعات، ندوي مثلا نكون لايف ديالي انا كنعطي له قيمه، كنقيمو كنعطي له قيمه لا بما انه هو لا يستحق هذه القيمه، انا لا ما خصنيش نعطيها له، نمشي يبحث عليها في كونت اخر. اميره جيتي؟ اميره انا جيت. اسمح لي. مرحبا. كتسمعني؟ كنسمعك مرحبا. كل شيء مشى بقيت غير انا. كاين حد في الكاس؟ هو صافي. كاين حد في الكاس؟ لا ما كاين حد. ما بغى حد يجي. شوف والله العظيم والله اسمعي قبل ما تدوي انت شويه ما قطعت كلامك بالعسل، وانت راجل وانت راجل وانا ما عمرني نقدر. مرحبا والله العظيم والله ما كنقدر نقمع. اسمعني الله يسهلك، انا ما كنقدرش نقمع، ما كنقدرش نقول للانسان نسكت، ما كنقدرش ندير الانسان ميوت الا ما قلت ليه. يعني ممكن اخويا دير ميوت، يعني كتجيني صعيبه بزاف، خصوصا راجل ماشي مازال البنت كنتعاطى انا وياه، انا والبنت انا دودي. السلام نادا. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعوني؟ كنسمعوك اختي. ما سمعتش الفكره من الاول، ما سمعتش، هي عاد بديت كيقول لك الريف ماشي مغربي. شكون الريف؟ دمن لا كيقولوا الناس ماشي هذا ماشي لا سمعت شي واحد اخر قالها ياك، ما عرفتش انا قال في واحد اخر ما كنتش راجل. واحد الشخص كيقولها فهمتي مسكين. شنو هذاك؟ شنو زايبه؟ والله ما عرف، وقيله ضرب حمار وقيله فيه زايبه هذاك اللي قال الريف ماشي مغربي والصحراء ماشي مغربيه. والله العظيم ضربوا حمار الليل. والله واحد النهار تناقشت مع بوليخاريو هذاك اللي كيقول انا فيهم ما تسميت جدو انا القدس وما عرف قالوا الريف مغربي انا القدس وعاش المغرب. ولكن انا كتقبلني كتسمعني؟ كنت تقطع عليك اميره صوتك موجه لي دابا. قال لي
انا كيتقطع مع لابيل دابا دابا مزيان. مزيان دابا مزيان. قلت لي دابا، قلت لي بلاتي، قلت لي دابا انا ما نمدوش لا في التاريخ لا في القديم ولا في الجديد، نهضروا من هنا للاخر. شحال من سنه وانتم في بوليزاريو في تيندوب. قال لي لا انا صبانيه. قلت لي تهضر لي على خوتك اللي في تيندوب. قال لي تقريبا دابا 50 عام. قلت لي 50 عام، هاد 50 عام كلها قلت لي ما حطيتيش قدام عينيك بلي راه ماشي عندك، ما عندكمش الحق. 50 عام وهي تحت البلاد الصحراويه، تحت ايادي المملكه العلويه الشريفه، تحت يد المغاربه، كيخدموا فيها المغاربه، كيعيشوا فيها المغاربه. ما كتشوفوش على راسكم انكم راك خاسرين كما نقولوا هاد الجوله كامله راك خاسرين فيها؟ ويقول لي لا مازال عندنا الصبر. قلت ليه دياش عندكم الصبر؟ الامم المتحده كون كانت عندها لكم الحق كون عطاتو لكم من زمان. راه 50 سنه كما قلت انت، 50 سنه راه انسان تولد فيه ويكبر وتشرف وتموت ويجي لواحد اخر. 50 سنه ما ساهلاش. يعني حنا نهضروا على الحقيقه، نتوما كتقولوا الله غينصركم، فوقاش بغى ربي ينصركم بعد 50 سنه؟ ويعني عطيني انت كلمتك اخويا، نصرني انت بغيتي تنصر، وريني النصر اخويا انت فين وصلتوا. 50 سنه نتوما كتبرحوا اكثر في التيك توك وفي البرامج. الارض الواقع اخويا راه ما درتو والو. ارض الواقع راهي مرسومه في المغرب، راه واخدينها اخويا المغاربه، راه قنصليات ولاو فيها، راه المشاريع ولاو فيها، راه المغاربه كاينين فيها. صافي يلا عطيوني ما عندكم. في الاخر ويقول لي مني شاف راسو زمت هذا ماشي نقاش، يلا بسلام الله يعاونك. قلت له اوكي يلا سير بسلام، الباب وسع من كتافك ويخرج. على كل حال شوف اميره، انا كنعرفك وانا شفتك مع فاتي. فاتي كانت قبل ما تدير، انا نعرف فاتي قبل ما دير لايفات. فاتي كنا نتلاقاو عند سعيد. كانت عند سعيده؟ لا عند سعيده وموراها عند سعيد. سولي غير فاتي، سولي فاتي على زهير، سولي على زهير بصبع وقول لي وتقول لك. فهمتي كيفاش؟ انا شوف، انا عرفتك انت يا الشخص ما عرفتيش، لانه كون عرفتيه مستحيل تطلعيه. مش القضيه ديال الميوت، ولا كون عرفتيه مثلا عرفتي كيفاش كيدير وعارفه عندك خلفيات عليه يا والله طلعتيه. وها انا دابا انا غنتحداك دابا. انت فاش غنساليو هذا الشيء غتمشيو تقلبي موراك وتبحثي يا والله والله لا ولات تطلعوا. فهمتي؟ انت غتبقى تحشمي من راسك تطلعوا، تحشمي تقول انا نعطي له قيمه ونطلعوا عندي هنا القسط. يا والله هذه لما تكون له. فهمت؟ خليه يمشي ينجح في جهه اخرى. هذا وكان. لان علاش شوف اختي اميره، لان من غيدوزوا الاخوان وغيشوفوا معك انا في الكيس شنو غيمشيو يقولوا؟ غيقولوا واحد المغربيه مطلع لنا واحد الانفصالي وواحد خينا كذا ويسب ويدير ويعاير كذا 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 كذا. هذا الشيء اللي غيمشي. او غتسمع ليا تستعثر ليا الحملات ورا ليا كذا ورا ليا كذا. من الاحسن اضرب الحنش للراس قتلبوه من الراس. فهمتي؟ وحنا هنا في اللايف هذا باش ما يخرج لك لا هضره ولا كذا ولا كذا. ايه انت ما عارفاش سال الفيلم. اما كون لازم يدوز هكا ويمشي يدوز عادي. انا شخصيا كون ما طلعت عندك عندي فكره غلط علي. غنقول اميره كتجيب لنا واحد اخر، احنا كنحاربوا في جهه وجهه اخرى. فهمت كيفاش وحده مغربيه مطلع لنا واحد شوف والله كما قلتي انت لا كيسب ولا هذا شي كوم، وانا ضد انسان يسب المراه كيف ما بغات تكون. انا والله اقسم لك بالله العلي العظيم انا ماشي كنافقك دابا ولا كيف ما بغى يكون شي انا يكون بالله يرحمه قدامي ويسب صاحبتي ولا يسب اي بنت ما نسمحلوش. نقدر نجاوب ونقدر ماشي نعصاه ولا، ولكن نعطيه كلمه حق، حيت راه عيب واخا تكون انسانه فاسده. اول حاجه وثاني حاجه كنقولوا الله يستر. راه هذيك البنت ما مشات انها خرجت لذاك الطريق. حنا ماشي كنقول لك يعني بصح لو كان فيها قلبها عامر بالايمان وكتخاف اي ظروف كما بغات تكون ما عمرها تلوح الفساد. ولكن مادام انها تلاحت لذاك الطريق ولا تنادى، مادام انها تلاحت لذاك الطريق الا وربي العالمين ويقدر هذيك اللي كتفسد كتعري يرحمها يقدر يعفو عليها الله وتولي وحده اخرى. شنو انت ولا انت اللي كنت تهضري فيها وتاكلي لحمها وتسبيها؟ شنو وجهك مع تلاقي الله سبحانه وتعالى؟ باش غتلاقي الله والسب المحصنات ما كاين ما وعر منه، ما كاين ما صعب منه. عرفتي تصور يوم القيامه يوقفوا عليك داك الجيش كامل، ماشي وحده ولا جوج، شحال وحده قذفتيها باش غتشوفهم ولا تنظر ليهم؟ راه عيب والله حتى عيب. انا اي راجل كيما بغى يكون انا ضده اليوم القيامه. اي مرة انا شي جزائريه نتسب انا وياها وما نخليش شي راجل يطعنها في شرافه.
نتسايب انا جزائريه، تعطيها وتعطيني، نهضر معاها وعلى بلادي، ما نكذبش على بلادي كنموت عليها انا، لا ملكا ولا شعبا ولا ترابا، ولكن باش نسد في المحصنات ما نقدرش. منين فيك هذا الشيء، منين انت هذا هو المبدا ديالك، وقسما بالله ومشيتي وشتيه الا ما تقيمتي وما حسبتيش من راسك وما مشيتيش للمرايه وتشوف راسك تقولوا انا مطلع معايا هذا اللايف ها وجهي. شوف الا شتي الفيديوهات ديالو وما جاكش الاشمئزاز، اقسم بالله تفكرني وطلعني عندك وندب عليا. لا انا ما سمحتش كذا، ما سمحتش انا السب ديال المراه، لا وراه شوف ماشي حتى كيسب، دابا ممكن يكون غير انت عارفه كاين واحد كيسب كيوت وهذا كيسب مودح مقدح معفن، فهمتي كيفاه؟ لا حشومه، لا ما نسبش المراه، راه عنده البنات وغيولد البنات وغيكبروا ليه البنات، لا حشومه المراه عمرها ما خصها تقدر. بالله ما كنبغيش نناقش هذه المواضيع ديال التخرج. صاحبي شوف واخويا زوير، راه المراه كرمها الله سبحانه وتعالى في القران، كرم كيما بغات تكون. راه شوف القذف، حاجه القذف، راه امنا عائشه تقذفت من ايران، صح ما نكذبوش، كلمه القذف ضرب محصنات كاينه في كل بلاصه، ولكن كانك تحس براسك بالرجوله، ماشي هو انني نهينا مراه، الرجوله ديالك ما توصلنيش انا للمراه، ما نسبش مراه، الا كنت بغيت نكون راجل ما نتسابش مع مراه وما نسبش مراه، انا اللي كنت راجل. اما لما كنتي من اشبه الرجال راه كتوصل المساله. دابا بحال دابا هذاك شي انا اخبارك، هذاك كادير طلعت مع كادير، والنهايه ديالو ملي كيتقداو ليه كيمشي لك المراه المغربيه كيبدا لك مع الملك، سكتشو انا ملي سكتشو ولا كيمشي ليا المراه المغربيه في الخليج، قلت لي هذا هو الحد ديالك، صافي تساليتي تقاديتي، صافي هذا هو المبتغى ديالك، هذا هو انا قادر كتمثل الجزائر، قادر ملي جينا نناقشوا مشيتي ليا الدعاره مشيتي ليا الخليج، والو والله تبع راسو فارغه. انا طريق جبت لي الدوسي ديالو كامل في البليده وشنو كيدير في البليده، كتجبد لي البليده كيهبطني، ما كيطلعنيش كاع، ولا اللايف دي كيكون فيه قسم بالله كنكتبها ليه تحت البليده كيخرج، والله حتى كيخرج. دينا هذا هضري اختي هضري. الجزائريين هضره جوج يقول لك الخليج المراه المغربيه، الخليج ما فهمتهمش انا اش عندهم، واش اللي عندهم معانا الخليج اللي الا مشات شي وحده الله يكون في العون تعمل شي حاجه طيح ليها بيدنا، ما معترفينش بالله يديها، ولكن باش يجمعوا المراه المغربيه كامله، يعني الامهات ديالنا بخوتنا المغربيه الدعار ما عرفتش شنو، هادو خصوش المغربيه تطلعوا معاهم صفه نهائيه، اش كيطلعوا معاهم كيحطوا راسهم كنقرا لكم مثلا الله يطلع بالمغربي ما نعطيش الدخله اصلا، ما نعطيش الدخله وما نوضحوش وما نقولوا حتى حاجه، خليه يمدح تمته، ولكن هما مساكن كيطلعوا معاهم كيقولوا من راه ديك المره راه الجزائريين انا ما نبررش، كيما قلتي بحال هكا ما نبررش، انا مادام انت خويا دابا الحوايج ديال المغربيين مشات شي وحده نبرر لك. كاينين النساء ديالنا تما مجوجين بولادهم، انا شخصيا عندي تما فلوساني وعندي تما ولاد خالتي وعندي تما كاملين تجوجوا في السعوديه في الامارات ايوا كاملين هذوك مشاو للدعاره بولادهم، هذوك حماق مع راسهم ساكن مراضي، والله راه مراضي من المغرب، هذوك مراضي من المغرب، هذوك اللي عندهم مع المغرب، خصوصا مي هذيك المباراه هذيك تاع جعلو ما العارف لا يديهم وصافي، لا يديهم ما تجيش نقول لكم والله لا يديهم في هذا رمضان والله يخليكم على خير وتبارك الله عليكم. هذاك المسكين ماشي ريفي، خليه مسكين هذاك، خليه هذيك الريف هو كيقول الريف ماشي مغربي والصحراء ماشي مغربيه، وخصو هو في المغرب خصو جمهوري، خصو جمهوريه. الفكره ديال الريف زهير، انا في الاول في الايامات الاولى كنت انا باقا شويه صغيره، يعني ماشي صغيره زعما باقا ديك الساعه كنقرا وقت الزفزافي فاش كان كيخرج، انا كنت مع الراي ديال الزفزافي الصراحه، ولكن مؤخرا فاش كان صافي ولا كيتشحن من واحد الجهه ولا دخل مع حد كنا